بعد تتويج منتخب تحت 17 سنة، نبوءات الأطلس على موعد مع التاريخ أمام ناميبيا. السلام عليكم. بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه منتخب المغرب تحت 17 سنة بفوزه بأول لقب قاري، تتجه الأنظار الآن إلى نبوءات الأطلس، وهن يبدأن مشوارهن في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، بمواجهة تبدو في المتناول أمام منتخب ناميبيا، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين المنتخبين سواء من حيث التصنيف العالمي أو التاريخ الرياضي. فالمغرب يحتل المرتبة 47 عالميا والأولى إفريقيا حسب تصنيف الفيفا الأخير، بينما منتخب ناميبيا غير مصنف بسبب غيابه عن الساحة الدولية خلال السنوات الماضية. وتقام المباراة مساء الثلاثاء 22 أبريل 2025 انطلاقا من الساعة 8 مساء في القاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وستنقل المباراة مباشرة على القناة الرياضية المغربية. والمنتخب المغربي بقيادة المدرب عادل السايح يدخل المنافسة بقائمة من 14 لاعبا، منهن محترفات في فرنسا وألبانيا، ما يعزز حظوظه في تحقيق بداية قوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكاميرون. ورغم الأفضلية الفنية والخبرة، يبقى الحذر واجبا، خصوصا أن البطولة تمثل تصفيات مؤهلة لكأس العالم المقررة بالفلبين نهاية العام الجاري، وكل مباراة فيها تحسب بثمنها. شكرا لكم على المتابعة، ورجاء ما تنسوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا.